لقد كشفنا الستار عن نصف القمر، الرواية الثالثة ليا في معرض الكتاب تحت رعاية المظلة الأم، روايات مصرية للجيب. بعد جانب القمر ومولانا كشمير، دي الروايتين الأولى والثانية بتوعي. أتممت السلسلة بنصف القمر اللي إن شاء الله أتمنى إن هي تبقى ملحمة تاريخية، انها تبقى حاجه تنافس الروايات العالميه باذن الله. اتمنى ان ما يبقى فيش فرد في جمهوريه مصر العربيه غير مرتبط بسن، غير مرتبط بانتماء، ان هو يقرا كتب المؤسسه. ليه؟ لان هي حصن امان للافكار الشاذه والافكار الغير موجوده عندنا في مجتمعنا العربي. اتمنى ان الافكار بتاعتنا تظهر لاوسع انتشار واوسع مدى انتشار، علشان التقويم الشعب وتقويم الانسان المصري بيبدأ من تفتح العقل من القراءة. مؤسسة العربية الحديثة من زمان، من أكثر من 100 سنة وهي بتحمي الشباب. ما كانش عندنا غير الرياضة والقراءة. أتمنى إن من الشباب إن يدركوا هذه القيمة. أتمنى من حضراتكم إن أنتوا تستمتعوا بقراءة الثلاثية بتاعتي، وأتمنى إن أنا أنشر كل ما يبهركم.